ilaha illallah, la 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 ilaha آمين. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. آمين. بها جميع الحاجات. آمين. بها من جميع السيئات. وارفعنا بها إليك أعلى الدرجات. وسيدنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. اللهم على قراءتنا هذه قراءة جزيلا وأجرا عظيما وتقبلها منا بنبيك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم اجعل ثوابنا قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وحللناه هدية طيبة ورحمة منك نازلة نقدمها ونهدى إلى مغفرة نبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. آمين. آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعبادك الله المقربين وأرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين. وإلى أرواح العلماء العاملين والقرائين والمفسرين. وإلى أرواح كل ولي وولية بالله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا في علمك يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والباقي وأموات المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد سرك وإحسانك جاريا في القبر والامتنان والخيرات الحساب إلى أرواح العلماء وأولياء والصالحين والبر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. ورسولهم وقرونهم وأنت أعرف بأسمائهم يا رب العالمين. اللهم ثواب ذلك إليهم وتعلمهم ثواب ذلك بمحض فضلك وجودك وكرامك لتقوى وكذاك ونداك وشكرا من النار لنا ولهم. اللهم لنا ولهم ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولمشايخهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. اللهم اصرف عنا وعنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والطاعون والعدوان والفتنة والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومحلنا هذا خاصة من أنفسنا هذا خاصة من بلد الأرض هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pada hari ini adalah hari momentum Perjanjian Damai Aceh yang ke-15 tahun. Jadi dalam hal ini ini pernyataan sikap kami terhadap Perjanjian Damai Aceh yang belum dirasakan oleh rakyat Aceh. Inilah yang kita inginkan. Jadi kita harap kepada seluruh pemimpin yang ada di Aceh harus bersikap betul untuk bisa dirasakan hasil Perjanjian Damai Aceh oleh rakyat Aceh. Ini yang kita harapkan. Juga yang kami hormati negara Republik Indonesia juga gerakan Aceh Merdeka yang bertikai Perjanjian Damai Aceh. Ini yang sangat kami muliakan pada hari ini.